السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، أنا المستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي. وإحنا هنخش الجنة برحمة الله ولا بأعمالنا؟ باستقامتنا على منوال الله ولا برحمة الله؟ هل ربنا ما قالش وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ أنا بقول الكلام ده للكفرة اللي بيقولوا هنخش الجنة برحمة الله. مش معنى كده إن أنا بأنبذ رحمة الله، لا، على عيني وراسي واللي خلفوني كلهم رحمة الله، وأنا بأرجو رحمة الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وحين. لكن ربنا قال إيه برضو؟ نرجع تاني ونقول أنتوا بتكذبوا القرآن دايما. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى إذن واللي هيخش النار برضه باللي كان بيعمله برضه. يعني كل واحد هيخش النار مش هيخش بانتقام الله. مش معنى ان انت هتخش الجنة برحمة الله يبقى التاني بقى هيخش الجنة بانتقام الله منه. لا، ده بالعمل وده بالعمل. مش ربنا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ إيه الميزان ده وإيه الصنك دي وإيه الحكاية دي؟ الله، يعني هو انتوا لازم تشوهوا الإسلام علشان ترتاحوا تبقوا سلفيين وتبقوا بقى عندكم علم الحديث اللي هو بقى يعني علم الحديث بقى اللي هو 3/4 الدين، إنما القرآن ده الربع بس. ده احنا كمان بننسخ آيات القرآن وبنرميها ونحط مكانها أحكام الحديث. هو انتوا أصلا فاكرين نفسكم اللي بتعملوا كده؟ فاكرين نفسكم إن انتوا آمنتم أو أسلمتم حتى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ده ذلك الكتاب اللي هو القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، وهو بيقول لك تعمل. يعني وهل تجزون، ربنا بيقول كده، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. آية ثالثة. يبقى إذن لازم نبقى فاهمين إنه في ناس كتير قوي شوهت القرآن، والمشايخ بتوعنا اللي هم علماء بقى وبتاع بيدرسوا الفشل ده، بيدرسوا التشويه ده. ادي كل الحكايه، وفرحانين قوي بالتشويه، بيقولوا عليه 3/4 الدين. انا بس حبيت اقول لحضراتكم هذا الكلام علشان تخلوا بالكم لا تكونوا مشركين، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اكثر المؤمنين مشركين، واكثر الناس اكثر الناس كفار، لقول المولى عز وجل لقول المولى عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى أكثر الناس مش مؤمنين، وأكثر المؤمنين اللي هم القليلين دول مشركين. حضرتك بقى بتحب تبقى مشرك؟ أنا عايز أعرف بس، يعني اديني بس ريق كده، قول لي أنت عايز تعمل إيه بالظبط بالحاجات اللي هي ضد القرآن دي. ايه يعني بتعملوا ايه بالظبط انتوا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. قلت لا، في ارضاع كبير، مش كده؟ ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت لا، في قتل وقتال وفتوحات اسلامية واسر ونهب وسرقة وكل حاجة، وبيع بشر في الاسواق. انتوا ايه بالظبط؟ انتوا ايه بالظبط؟ ايه اللي انتوا مؤمنين بيه ده؟ ما ترموا الكتب اللي في ايديكم دي في الزبالة. لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا.